في الفيديو ده ان شاء الله يا جماعه هنتكلم على علاج الاسهال والسالمونيلا عند الحمام، واجيب لك النهارده اقوى علاج بالاعشاب هينهي عند الحمام الاسهال خالص، وهيمنع السالمونيلا او تورم المفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي في الله، أحبابي بره مصر وجوه مصر، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب العالمين. قبل ما نبدأ أي كلام يا جماعة نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. صلاة النبي هي مكسبة يا جماعة، يا ريت الناس كلها تصلي على النبي. النهارده في الفيديو ده إن شاء الله يا جماعة نتكلم على علاج الإسهال والسالمونيلا عند الحمام، أقوى علاج بالأعشاب للإسهال عند الحمام. ده عنوان الفيديو بتاعنا يا جماعه. ان شاء الله هنتكلم على عشبه جميله، وعشبه كبار الغواي بيستعملوها وبتبقى غايبه على ناس كتير، واحنا الحمد لله عشان ما بنستخدمش المضادات الحيويه كتير وبتتعب طبعا وبتعمل اثار جانبيه للحمام، بنستخدم الاعشاب كويسه جدا يا جماعه، وبنحط الجدول الوقائي الاساسي من ضمن العشبه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، اللي هي بتمنع الاسهال وكويسه جدا لتورم المفاصل عند الحمام، هي عشبه الكزبره يا جماعه. احنا بنخش في الموضوع عشان الناس اللي هي بتقول لي انت بتحور في الكلام وبتتكلم في الكلام كتير. ما بتكلمش يا سيد الفاضل، بس انا بحب اوصل المعلومه بالامور اللي هي الاساسيه الاول، يعني بشرح الاول الاساسيات بتاعت اللي هي لها فوائد كتير، وبعد كده بقول لك اسمها. تمام؟ هي اسمها الكزبره يا جماعه، الكزبره الناشفه، هي ديت اللي هي بتساعد على الاسهال وبتساعد على حاجات كتيره. طبعا فوائدها كتيره يا جماعه، فيها فوائد النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وفيها عناصر كويسه جدا 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 للاسهال، وبتمنع تنشيط البكتيريا الضاره في امعاء الطائر، وبتنظف حصاله الفرد الحمام من اي تجنبات مرضيه بتحدث للحمام. فاحنا يا جماعه اهم حاجه عشان ما تلاقيش عندك اسهال، في خطوات لازم تعملها. اهم حاجه يكون عندك نظافه جيده. هو الاسهال بيجي من ايه؟ من قله النظافه اللي هي بتيجي من التلوث. لو التلوث عندك، لو الاناء عندك مليان ميه وفي براز او في زبل بيكون لا مؤاخذه في قلب الاناء والحمام بيشرب منه، فده بينقل له سالمونيلا وبينقل له امراض كتيره وبيحدث الاسهال نتيجه كده. اسباب برضو الاسهال يا جماعه ان انت ممكن تكون بتدي كلفه مليانه ملوثه، ما تكونش بتدي لها بودره تعفير. بودره التعفير اساسي يا جماعه، بودره التعفير اللي هي من الجنزبيل واي حاجه، كركم وكل حاجه اللي هي ايه، بودره توم وبودر وتوم بودر وبصل بودر والحاجات دي شامله، ورنفل مطحون، وكله ده بيساعد على الخصوبه وبيساعد على منع التجلطات الدمويه اللي هي بتؤدي للحمام اللي هو يجي له روشه او هزه او عقده. الحاجات دي كويسه جدا جدا يا جماعه، اللي هي بودره التعفير، استخدموها في الكلفه عشان بتوقي الحمام من الامراض. لو الكلفه جايه محمله بحاجات فيها مثلا بودره متخزنه بقالها كتير، طبعا كل البودره اللي هي بتبقى متخزنه او المواد الحافظه اللي بيحطوها على على الكلفه دي بيحدث عليها سوس وحاجات زي كده وفطريات، وطبعا في تجار كتير بيخزنوا الكلفه فبيحدث عليها امراض. فعشان احنا نوقي الحمام بتاعنا من الامراض والزغاليل اللي هي بتموت موت مفاجئ، نمنع كل الكلام ده على بودره التعفير. وطبعا النهارده العشبه الجميله بتاعتنا يا جماعه عشبه الكزبره يا جماعه، فوائدها كتير وبتساعد على نمو الزغاليل، لو بتشيل كمان الامراض البكتيريه، وبتخلي الزغاليل في صحه جيده، تخلي الزغلول عندك في صحه جيده ما شاء الله. ليه؟ عشان بحيث ان هي بتنقي اي ميكروبات او اي بكتيريا داخل امعاء الزغاليل، وطبعا بتحدث من الاهالي. المرض ده بيحدث عن الاهالي، بينقلوا الاهالي للزغاليل. فالناس اللي هي بتشتكي بتموت ليه؟ ما انت يا سيد الفاضل ما بتعملش شيح، الشيح باستمرار فلاجيل،
استعمل فلاجيل على طول. ادي 3 ايام فلاجيل، ادي شيح 3 ايام على طول. دي جدولات احنا ماشيين بجدول وقايه يا جماعه. قناه ارنب وطيور الخير مبنيه على الاعشاب، ما بنستخدمش الا من رحم ربي الادويه البشريه والادويه البقريه زي الاملاح المعدنيه، وفيها املاح معدنيه الكزبره، وفيها فوسفات وفيها حديد وفيها بوتاسيوم وفيها كله وفيها كالسيوم للحمام، بتخلي الحمام يشتغل. لو انت اديتها مره واحده في الاسبوع بتعمل 4 مرات. طبعا يا جماعه انا وريتكم الكزبره ونخش في الموضوع. هي دي الكزبره يا جماعه. انا بقى عامل ازازه، الازازه دي يا جماعه رتل ونص ميه اهي زي ما انتم شايفين كده. دي ازازه رتل ونص ميه، حاطط عليها معلقه ونص من الكزبره، معلقه ونص من الكزبره على رتل الميه، وبتغليهم وبتسيبهم يبردوا لمده ساعه او ساعتين. وخلي بالك من الزيوت الطاهره ان دي مفيده جدا للحمام، عشان بحيث ان هم بيستفاد بيهم الزيوت الطاهره ديت. وارجو من الناس اللي هي بتستعمل الكزبره تغليها، ما تحطهاش كده في ميه وتديها للحمام. اغليها عشان يبقى الغليان بيساعد على الخلاصات بتاعه الكزبره تنزل في قلب الميه، بيستفيد بها الحمام. ولازم عشان لازم عشان تقدم الكزبره للحمام تكون معطش حمامك لا يقل عن 7-8 ساعات عشان يشرب بغزاره. يشرب بايه؟ بغزاره واستفيد بها الحمام. في نفس الوقت هتدعي لي، مش هتلاقي عندك ولا اسهالات خضراء ولا اسهالات ميه ولا اسهالات صفراء ولا اي اسهالات. لو استخدمت الجدول الوقائي ده ومشيت عليه الشيح والكزبره والحلبه والحاجات ديت، هتلاقي عندك انتاج بسم الله ما شاء الله، ومش هتلاقي عندك ولا اي حاجه عندها اسهال. والاسهال يا جماعه ما بيجيش غير من الحاجات اللي هي الملوثه، واغلبيتها من الميه. فاحنا هنوريكم دلوقتي انا بخلط الميه اهيت مع الكزبره. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم عشان الحمام عطشان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهو يا جماعه اهوت، عشان انا ابتديت ان انا اشيل المسائل ديت. انا لقيت عندي غلطه اهيت بوريها لكم اهو، اصور لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو دلقنا يا جماعه. اول حاجه بندلق الميه اهي. انا هبتدي ان انا الغي الميه الاواني دي يا جماعه. هقول لكم ليه دلوقتي. الاواني ديت يا جماعه هي اللي بتبرز فيها الحمام وبنزل استحمى. فانا لما يعني حسيت ان انا عندي برضو الزغاليل بتبقى تعبانه برضو بسبب كده، بس انا بلحقها بالايه؟ بالفلاجيل. تمام؟ بلحقها بالفلاجيل والثوم فورا. ما انا اكتشفت الامر كده قلت لكم بلاش الاواني الفخاريه دي يا جماعه نستعملها. نصيحه لاخواتي، بلاش الاواني الفخاريه دي نستعملها. بلاش، ارجو ان هي بلاش. يا جماعه برضو بنحط اهوت، مش شرط ديت تكفيك يومين يا سيد الفاضل، يومين بفضل الله. اهيت بسم الله الرحمن الرحيم. نحط برضو السقايه بتاعتنا الجميله برضو اهيت. دي بقى ولا تقع فيها تريبه ولا الكلام ده، ولا يستحمى فيها ولا يبوظها لك، زي الفل. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه زي الفل. ديت انا عقبال ما اجيب واحده كبيره واحطها لهم ويشربوا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مش هطول عليكم في الفيديو، اسال الله التوفيق لي ولكم عشان هم بياكلوا، عشان خاطر ايه ما نطولش عليكم في الفيديو. اسال الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.